انت بتأسيوم ان الناس دي فاهمه، وهم كمان دي ار اسيومينج ان احنا فاهمين لدرجه ان احنا ترقينا وبقينا مديرين. هاويفر ان ده مش حقيقي. فده اصعب سيكتور واصعب ناس، عشان كده تلاقوا التيرن اوفر في الحته دي في اي شركه رهيب. البني ادم كان سيلز شاطر جدا وترقى بقى مدير مشي. البني ادم كان سيلز شاطر جدا وترقى بقى مدير وبقى اتيتيودو وحش. البني ادم كان سيلز شاطر جدا وترقى بقى ليدر وبقى محدش طايقه. البني ادم كان سيلز شاطر جدا وترقى بقى مدير وبقى افشل واحد. ليه؟ لان انت في الترانزيشن دي انت ما عملش المطلوب منك كمديرهم او كشركه في ان انت تعلمهم زي ما انت محتاجهم هم يعلموا الناس اللي تحتيهم، وان انت تobserve زي ما هم المفروض يobserve الناس اللي تحتيهم and so on. فاحنا لو جينا عملنا الترانزيشنز دي لازم تبقى فاهم ان دي the very 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 sensitive transaction، ان انت تاخد حد ملوش اي علاقه بالمانجمنت وتحطه في الحته دي. لازم الاول تبريبير الراجل ده جدا 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 قبل اصلا ما تقرر ان هو ينفع يترقى ولا لا. واسبير البريبيشن دي انت هتشوف بقى ردود افعاله، هو يتقبل ما يتقبلش. لان خلي بالكم مش كل سيلز جامد يبقى مدير جامد، ومش كل واد شاطر وبيعرف يكومينيكيت مع اصحابه وهم اصحابه هيعرف يكومينيكيت مع الناس دي وهو مديرهم. فعشان كده الميدل مانجمنت دي من اصعب الحاجات اللي بتحصل في الشركات. اللي عجبك الكلام ده اكتب لي كومنتس هنا وهطلع لك تاني كل يوم. تشيرز.